في اللحظة دي وانت بتسمع صوتي، عقلك واعي ومدرك لواقع واحد بس، واقع انك قاعد في مكانك بتسمع بودكاست. لكن ماذا لو كانت الفيزياء بتقول ان في نسخة تانية منك حالا بنفس اسمك وملامحك وجيناتك بتمر بتجربة مختلفة تماما؟ نسخة تانية منك أخدت قرار مصيري انت خفت تاخده وعايشة دلوقتي في قمة السعادة، ونسخة تالتة اتعرضت لحادثة وانتهت حياتها من سنين. هل احنا عايشين في الكون الوحيد المتاح، ولا احنا مجرد احتمال واحد وسط ما لا نهاية من الاحتمالات؟ اهلا بيكم في بودكاست خلف الستار، المكان اللي بنسيب فيه كل حاجة عادية برا وبندخل سوا في عالم كله علامات استفهام، من اسرار العلم والتاريخ لحقائق الرعب والفلسفة، ومن غرائب الاساطير والخيال لاعمق الدين. هات كوباية الشاي والقهوة بتاعتك ويلا بينا نشوف حكاية النهاردة. لقرون طويلة كانت فكرة الأكوان الموازية أو المالتيفيرس مجرد تسلية للفلاسفة، حكاية متكررة في روايات الخيال العلمي وأفلام هوليوود. بس في الكام عقد الأخير الموضوع اتقلب 180 درجة. الفكرة اتنقلت من رفوف الخيال للنقاش في أهم جامعات العالم زي هارفارد ومعهد ماساتشوستس التكنولوجيا. العلماء الكبار بيقولوا بتوع الرياضيات الصارمة والمعادلات الجافة بقوا مجبرين يعترفوا ان فكرة الكون الوحيد ممكن تكون مجرد وهم، وان الاكوان المتعددة هي الحياة المطلقة. طب ازاي تحول الجنود ده لعلم حقيقي؟ عشان تفهم لازم نرجع بالزمن لسنة 1927 وتحديدا لمؤتمر سولفاي التاريخي في بلجيكا، المؤتمر اللي شهد خناقة فكرية بين أعظم عالم في تاريخ البشرية ألبرت أينشتاين ونيلز بور. في المؤتمر ده ولدت رسميا ميكانيكا الكم، وهي الفيزياء اللي بتدرس تصرفات الجزيئات متناهية الصغر زي الذرات والإلكترونات. وهناك العلماء اتصدموا صدمة عمرهم، اكتشفوا ان الالكترون في عالم الذرة ملهوش مكان ثابت. الفيزياء الكلاسيكية بتقولك لو سبت قلم على المكتب هترجع تلاقيه في نفس المكان، بس في عالم الكم الالكترون يقدر يكون في كذا مكان في نفس اللحظة. ودي ظاهرة علمية حقيقية ومثبتة اسمها التراكب الكمي. الالكترون بيفضل عبارة عن موجة من الاحتمالات منتشرة في كل مكان، مش بيتحول لجسم صلب في مكان محدد إلا في حالة واحدة بس، لما يجي مراقب يبص عليه أو يقيسه. أينشتاين اتجنن من الفكرة دي وقال جملته الشهيرة: هل تعتقد أن القمر ليس موجودا عندما لا تنظر إليه؟ ورد عليه العالم نيلز بور وقال له: يا أينشتاين، لا تخبر الله بما يجب أن يفعله. عشان العالم إيرفين شرودنجر يبين مدى جنون النظرية دي عمل تجربته الفكرية الشهيرة قطة شرودنجر. تخيل اننا حبسنا قطة جوه صندوق مقفول تماما وحطينا معاه ازازة سم وجهاز صغير جواه ذرة مشعة. لو الذرة دي انحلت الشاكوش هيقع يكسر الازاز والسم هيطلع والقطة هتموت. لو الذرة دي منحلتش القطة هتفضل عايشة. حسب ميكانيكا الكم طالما الصندوق مقفول ومحدش بيبص جواه الذرة بتفضل في حالة تراكب، يعني انحلت ومنحلتش في نفس الوقت. وده معناه ان القطة جوه الصندوق عايشة وميتة في نفس اللحظة. الواقع مش بيختار حالة واحدة بس،
إلا لما انت تفتح الصندوق وتبص بنفسك. ده بيسموه في الفيزياء تفسير كوبنهاجن. سنة 1957 جه شاب عبقري طالب دكتوراه في جامعة برينستون اسمه هيو إيفريت. إيفريت قدم فكرة صدمت المجتمع العلمي. قال لهم احنا ليه بنفترض ان الواقع بيختار حالة واحدة بس لما نفتح الصندوق؟ ليه بنقول ان القطة دي اما عايشة يا اما ميتة؟ وقال لما المراقب بيفتح الصندوق الكون نفسه بينقسم لكونين مستقلين تماما. في كون منهم المراقب بيفتح الصندوق بيلاقي القطة عايشة، وفي كون موازي تاني خالص نفس المراقب بيفتح الصندوق ويلاقي القطة ميتة. النظرية دي اسمها علميا تفسير العوالم المتعددة. وحسب النظرية دي كل حدث كمي وكل قرار بتاخده في حياتك بيخلق انقسام في نسيج المكان. يعني لو انت واقف وقدامك طريقين ودخلت يمين الكون بينقسم، والنسخة التانية منك بتدخل شمال، وفي كون موازي جديد تماما. طب الأكوان الموازية دي فين؟ وليه مش حاسين بيها؟ الفيزيائي الشهير ميتشيو كاكو بيشرح الموضوع ده بتشبيه عبقري. بيقولك تخيل انك قاعد في بيتك دلوقتي، الجو حواليك مليان بمئات الموجات اللاسلكية وقنوات راديو وإشارات واي فاي وقنوات التلفزيون كلها ماشية بنفس الوقت وفي نفس اللحظة، بس في جسمك وعينك مش شايفين ولا سامعين أي حاجة منها. طب ليه؟ عشان الراديو بتاعك مش مظبوط على التردد بتاع الأكوان الموازية، والأكوان الموازية عايشة معانا في نفس الأوضة وفي نفس المكان ونفس اللحظة، بس بتهتز بترددات مختلفة تماما عن التردد بتاع الكون بتاعنا. احنا ألغينا التلاحم معاها، وعشان كده مستحيل نشوف أو نتواصل معاها. هي عالم ماشية في خطوط متوازية ما بتتقابلش أبدا. اللي يصدم ان الأكوان المتوازية مش نوع واحد بس. في الفيزياء عالم الكونيات الشهير ماكس تيجمارك صنف الأكوان دي ل4 مستويات. المستوى الأول الأكوان اللانهائية وزي الفضاء الخارجي ملوش نهاية، وبما ان عدد الجسيمات في الكون محدود ففي قوانين الاحتمالات والرياضيات لو مشيت مسافات طويلة كفاية في الفضاء لازم هتلاقي نسخة طبق الأصل من المجموعة الشمسية ومن كوكب الأرض بتاعنا، ومنك انت شخصيا بتعمل نفس اللي انت بتعمله دلوقتي. المستوى التاني الكون الفقاعي. نظرية التضخيم الكوني بتقول ان الانفجار الكبير لسه بيحصل في أماكن تانية في الفضاء. كل انفجار بيخلق فقاعة كونية مستقلة. احنا عايشين جوه فقاعة وفي برا مليارات الفقاعات التانية اللي ليها قوانين فيزيائية وجاذبية مختلفة عننا. المستوى الثالث عوالم الكم، ودي اللي اتكلمنا عنها، اللي هي الأكوان اللي بتتفرع مع كل قرار وكل حركة للذرة. في النهاية سواء كانت الأكوان دي حقيقية علمية أو مجرد معادلات على ورق، الحقيقة الوحيدة هو إن حياتك اللي عايشها دلوقتي هي الواقع بتاعك. فحاول بكل طاقتك تخلي النسخة اللي عايشة في الكون ده هي أفضل وأنجح نسخة منك. لحد هنا حكايتنا النهاردة خلصت، بس الأسرار لسه ما خلصتش. لو الحلقة دي شغلت دماغك واخدتك لعالم تاني ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك لغز كل أسبوع. اكتبلي رأيك في الكومنتات، انت شايف النسخة التانية منك في الكون الموازي بتعمل ايه دلوقتي؟ وهل تفتكرها أسعد منك ولا لأ؟ هشوفكوا الحلقة الجاية.